اسمي نور حلب. أنا من حلب، وجيت على قوات اليابجة من الظلم يلي شفناه بالمجتمع من أهالينا ومن الناس يلي حوالينا. يعني ما في حرية للمرأة، المرأة ما إلى أي دور بمجتمعاتنا. نقدر نوصل فكرتنا، أثبتنا وجودنا يعني، وعندنا ثقة بحالنا. علمونا كيف تكون المرأة عندها ثقة بحالها، وكيف تطلع قوتها، كيف تحرر حالها. عرفنا كثير شغلات، يعني شغلات ما كنا بنعرفها ابدا. لما اجوا الدواعشه لعنا بدير الزور، نحن ضلينا 3 سنين عايشين بين الدواعشه. كانوا يعني قاسين كثير على الشعب، واكثر شيء على المراه، قسوا كثير على المراه من كل النواحي. يعني ما كان عندنا فكره عن هالشيء كلياته، بالعكس يعني فكرنا حالنا راح نضل تحت حكمهم، لانه ما شفنا حدا عم بيقاوم قبل ما يطلع قوات سوريا الديمقراطيه. ما شفنا حدا قاومهم، أن لا هدول رح يضلوا حاكميننا للأبد، يعني على قساوتهم وعلى الشيء اللي عملوه بالشعب. بس بعدين بعد ما طلعت قوات سوريا الديمقراطية وشفنا التحريرات والانتصارات يلي قدموها بكل المناطق، يعني صار عنا أمل إنه بيوم من الأيام رح نخلص منهم، يعني رح يروحوا. لما كنت بالمجتمع، يعني أنا ما كنت لاقي حالي إني كبنت للزواج وشي، ما كنت شوف هالشي أبدا. يعني كنت لاقي حالي في شيء ناقص أنا بدي إياه، بس ما كنت أعرف شو هو. يعني وين بدي لاقي هالنقص يكمل شخصيتي، ما كنت أعرف. وضل ببالي هالشي هذا، يعني لحتى طلعت قوات سوريا الديمقراطية كنا نشوفها على التلفزيون. يعني كنت اهتم كثير بأخبارها وبالانتصارات والتقدمات اللي كانت تعملها ضد الدواعشة. صار عندي يعني شجاعة إني أجي. انضميت على قوات سوريا الديمقراطية، وبعدين هلا أنا عم بتلقى التدريب بالأكاديمية، أكاديمية الشهيدة روجدا منبج. والتدريب كتير منيح، ويعني أعطانا الثقة بحالنا، عرفنا شخصيتنا شو، حررنا فكرنا، عرفنا يعني نحن شو بالمجتمع وشو مكاننا. لقيت حالي بالمكان المناسب يلي أنا بدي إياه، وأنا مبسوطة كتير. يعني بنشكر القائد عبد الله أوجلان، لأنه هو أعطانا هالحرية هي، هو أعطانا هالثقة، أعطانا هالمعنويات العالية. والدروس السياسية أكثر شيء تأثرت بدرس المرأة والحرب الخاصة أكثر شيء، لأني عرفت شغلات ما كنا نعرفها. عرفت شغلات يعني نحن كنا مفكرة يعني شيء حلو، مثلا لما نشوف حالنا على بهالإعلانات أو شيء، طلع هالشيء غلط. نحن ما كنا نعرف، ما كان عندنا فكرة عن هالشيء. بس بدرس الحرب الخاصة تعلمنا كثير شغلات. وبالتدريب العسكري أكثر شيء حبيت البيكاسيه أكثر شيء. حسيت يعني لما كنت أضرب فيه، يعني حسيت حالي ما بعرف، يعني حسيت حالي قريبة منه، وهو كمان قريبة مني، كأنه يعني قطعة مني أكثر من القليش. نحن عم نحمل السلاح وندافع عن حالنا، ندافع عن أرضنا، ندافع عن شرفنا العسكري كعساكر، كقوات حماية المرأة أو قوات سوريا الديمقراطية. نحن جايين نحرر، مثلا أول شيء نحرر حالنا، نحرر هالناس المظلومة، نحرر أرضنا، ندافع عن تاريخنا، عن ثقافتنا، عن مجتمعاتنا. يعني لهيك نحن شلنا السلاح وطلعنا. عندي ثقة كثير كبيرة إني أحقق حلمي. ما كان عندي هالثقة، بس لما جيت على اليابجة صار عندي هالثقة إني رح أقدر أحقق هالشي. لما شفت الرفيقات اللي حوالينا، القياديات، ثقتهم بحالهم، الشيء اللي عطونا اياه يعني قوى من ثقتنا، ورح اني اقدر اقدم حالي اكثر واثبت وجودي وبحقق حلمي. الحريه بالنسبه لي انه حررنا ذاتنا، حررنا فكرنا. لما كنا بالمجتمع او لما كنا بين ايدين الدواعشه، ما كان حدا بيقدر يحكي شيء. بالمجتمع ما بنقدر نحكي شيء، يعني نحن كمراه ما لنا دور حتى يعني بالكلام او بالراي ما لنا. الحرية هي حرية الذات، حرية الفكر، انه تقدري تعطي شيء للناس كلها، للوطن كله. هاي اسمها حرية. بنصح كل مرأة، كل بنت بالمجتمع انها تحرر ذاتها، تحرر نفسها، تحرر فكرة من جو العبودية، من الضغط يلي عم يصير معها من اهلها، من المجتمع كلياته، انها تجي وتنضم لقوات اليابجة، لأنه عن جد رح تلاقي حريتها، رح تلاقي حالها، رح تثبت شخصيتها. أنا بنصح كل مرأة إذا بدها تحرر حالها، تحرر ذاتها، إنها تجي على قوات اليابجة.